معكم دينار جزائري. كيف نحسب العمليات الرياضية لمعرفة نوعية هذا الهدف؟ هل هو هدف حقيقي، يعني مثلا معدن، فراغ، فخار، أو أي شيء آخر؟ مثلا أدخلنا أي طريقة أو أي تردد سواء فيزيائية، كيميائية، أي شيء وقادنا إلى هذا الهدف. مثلا هذا الهدف ربعناه، وجميع الطرق قادتنا إليه، وعمق مثلا الفراغ أو هذا المعدن أو هذا الفخار أو هذه الجثة أو هذه العظام أو أي شيء نبحث عنه هو العمق مثلا 3. هنا عمق هذا الشيء هو 3. بحثنا عن الذهب وجدناه 3، العمق 3. بحثنا عن العظام حوالي 2.90 سنتيمتر، يعني تقريبا كل شيء 3. فأنت تقول أنه هدف حقيقي. يا إخوان ركز، ندخل التردد رقم 10 وهو للماء، يعني للرطوبة، وندخل التردد مثلا رقم 8 للأحجار المشعة، وندخل مثلا تردد الغاز بنظرية ستاليس أو أي بطريقة أخرى، ونبحث في هذا المكان هل نجد عمق ذلك المعدن على نفس عمق المياه، يعني الرطوبة. مثلا أدخلنا جميع الطرق وتأكدنا أنه هدف على عمق 3 متر، يوجد فخار، خلاص انتهينا الفحص. الآن نذهب إلى النقيض، بعدما أكدنا وجود الهدف نبحث الآن عن الرطوبة والأحجار. لماذا؟ لأن أغلب الأهداف تكون يعني وهمية. كيف نبحث عن الهدف الوهمي؟ هو الرطوبة والحجر مشع. ندخل مثلا تردد رقم 8 للكوارتز، أحجار مشعة، 1 2 3 4 5 6 7 8، ونمشي مع هذا السيخ. هنا التردد لم يدخل، يعني يجب أن يضرب الكتفين بقوة. نعيد، بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8. نرفع للصدر، ضرب ولامس الكتفين بقوة. الآن نفحص في هذه المنطقة، في هذا الهدف تحديدا، هل يوجد، ندخل على هذا الهدف، هل يوجد كوارتز أو لا. مثلا لاحظنا وضعت لكم رمز أكس، هنا أكس على هذه الحشائش، يعني حددت مسبقا أكس. الآن نقيس العمق، شهيق زفير، نقيس العمق. 1 2 3 4 5 6 توقف، انظر ثم اعتدل للأمام. هذا تأكيد أنه ليس هدف، أنه حجر مشع، بدليل أنه ضرب نفس عمق الهدف المحتمل وهو 3 أمتار. فالضرب 6 50 50 50 6 مرات معناه 3 متر. ثم ماذا فعل؟ ثم اعتدل، يعني يوجد هنا ما يوجد هنا على عمق 3 متر هو عمل طبيعي، لأنه اعتدل بعد الضربات، اعتدل مباشرة يا إخوان، مباشرة، عمل طبيعي 100%. فإن كنت تعتقد أنه فخار أو معدن أو ما إلى ذلك، لا، يبقى الاحتمال أن يكون نيزك أو حجر فيه معادن. فإن كنت تبحث عن هذه الأمور فتستطيع المباشرة في العمل. أما طريقة تأكيد الهدف، فبعدما نقيس العمق ندخل الشفرة رقم 8 للأحجار، فهنا أكدنا أنه طبيعي. بعدما كنا نشك أنه بشري، ندخل الآن شفرة الرطوبة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تشفير المياه، يضرب يمين يسار، وندخل إلى هذا الهدف.
هل توجد رطوبة أم لا؟ لاحظوا معي ستكون الحركات يعني أترك السيخ بحرية تماما. انظر، ضرب هنا، ضرب. نقيس عمق هذه الرطوبة. شهيق، زفير، أو نرفع اليد اليسار وننزلها والسيخ بيدنا. 1 اليمين، 2 3 4 5 لم يكمل السادسة، يعني في حدود 260 سنتيمتر. يعني الرطوبة تبدأ في حدود 260 سنتيمتر، يعني 200.60 سنتيمتر. فهذا الموقع فيه رطوبة تبدأ من بداية 200.60 سنتيمتر، ويوجد حجر طبيعي هنا على عمق 3 متر، يعني عمق الرطوبة والأحجار نصف متر. هذا ما معناه؟ معناه أن إذا اجتمعت الأحجار والرطوبة، يعني الماء والحجر المشع، في 50 سنتيمتر، فستعطيك جميع الأدلة أنه هدف حقيقي. هذين الترددين فقط للرطوبة وللحجر يكشفان لك أن موجود الحجر وموجود الرطوبة، فتتأكد أنه طبيعي 100% تقريبا. كيف نتأكد؟ عن طريق الرياضيات. نقيس العمق ونبحث عن المادة والمادة النقيدة. بحثنا عن المعدن، وجدناه هنا على عمق 3، فنبحث عن الكوارتز، وجدناه كذلك بنفس العمق. نبحث عن الرطوبة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.